أخوتي السوريين، أنا بدي إياكم تسمعوا كلامي جميعكم حتى ما تنخدعوا نهائيا بمنابر الانفصاليين مثل متيني أو أفكار الانفصاليين الهجريين والقصديين وإلى آخره. أمريكا كانت عبارة عن ولايات. عام 1959 توحدت هي الولايات، مع أنه كانت بيناتهم كتير خلافات مذهبية وإلى آخره وطائفية. كانوا بروستانت وكانوا أرثوذكس وكانوا كاثوليك وإلى آخره، ولكن توحدوا تحت راية واحدة لحتى يكونوا أقوى. الاتحاد الأوروبي قبل ما يكون اتحاد أوروبي كان دول متناحرة فيما بينها، يعني كانت تصير مشاكل كبيرة بين فرنسا وبريطانيا، إيطاليا وبلجيكا وإلى آخره، ألمانيا، ولكن وحدوا الحدود ووحدوا العملة ووحدوا الفيز لحتى قدروا يكونوا أمة أقوى. لك حتى الكوريتين، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، كانوا موحدين لحد ما اجت الحرب العالمية الثانية وتفرقوا. ووقت اللي تفرقوا صارت حرب بيناتهم من بين عام 1950 لعام 1953. اللي ما بيقرأ الماضي ما بيعرف يرسم المستقبل، اللي ما بيتعلم من الماضي ما بيقدر يرسم مستقبل أفضل لأولاده. مثلا عندكم حتى الهند وباكستان كانوا موحدين، صح كانوا تحت الاستعمار البريطاني، ولكن كانوا أمة موحدة واحدة. ومن لما أعلنوا الانفصال وانفصلت الهند وباكستان بلشت المشاكل بيناتهم والحروب بيناتهم وإلى آخره. الاتحاد السوفيتي ذات نفسه كان القطب الثاني في العالم. كان العالم عبارة عن قطبين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. بعد ما انفصل الاتحاد السوفيتي وتحول إلى دويلات ودول، شفنا شلون صار الولايات المتحدة الأمريكية هو القطب الوحيد الأقوى الموجود في العالم حاليا، وتحولت هي الولايات والدول اللي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي إلى دول ضعيفة، إن كانت طاجكستان ولا كرغستان ولا أوزبكستان ولا حتى لاتفيا وليتوانيا وإلى آخره. من هدول الدول بيلاروسيا صاروا دول متناحرة فيما بينهم. شفنا شلون حتى روسيا صار لها 3 سنين ما عم تقدر تحل مشكلة الحرب مع أوكرانيا، اللي كانت هي كمان بتشكل الدولة الثانية من ناحية القوة في الاتحاد السوفيتي. من ايمتى كان الانفصال هو الحل؟ عندكم سوريا دولة موحدة، ليش بدكم تخلوها عبارة عن دويلات متناحرة؟ مين بيحب سوريا بيتمنى لها انه تنفصل بهي الطريقة؟ دولة للدروز ودولة للعلويين ودولة للسنة ودولة للأكراد ودولة ما بعرف لمين. اللي بيجي بيحكي معك بهي الأمور بذوق بخلقته. قل له انت بدك تدمر تاريخي وبدك تدمر مستقبلي، ما تنخدعوا بكلماته المنمقة. صدقوني، إن كان متيني ولا إن كان جماعة الهجري ولا القصديين ولا إلى آخره، هدول كلهم عندهم أجندات بدهم ينفذوها لمصالحهم الضيقة على حساب مصلحة سوريا الأم. مصلحة سوريا دائما يا شعبنا السوري هو بالاتحاد وبالوحدة وبالقوة. لما نحن منكون موحدين منكون أقوى. وتعلموا من التاريخ اللي حكيت لكم إياه. حتى الإمارات اتوحدت، كانت 7 إمارات وصارت الإمارات العربية المتحدة، وشفنا شلون صارت أقوى اقتصاديا وإلى آخره. الحل مو بالانفصال، الحل بتغليب المصلحة الوطنية. كل هدول الدول اللي حكيت لكم عليها كان في بيناتهم وبين شعوبهم تناحرات طائفية ومذهبية وإلى آخره ودينية، ولكن تغلبوا عليها كلها لمصلحة الوطن. وكل النماذج اللي حكيت عليها للانفصال انفصلت وصارت أسوأ وأسوأ وتحولت لحروب وتناحرات وضعف دائم وإلى آخره. خليكن دائما عم تسعوا لدولة سورية واحدة. نحن إذا منحب بلدنا أساسا لازم ندعي كمان لضم باقي دول أخرى مثل لبنان وإلى آخره إلى سوريا، مع احترامي للبنانيين ولكن أنا عم بحكي كشخص سوري
مو نمزق دولتنا ونسمح لها تنفصل عن بعضها. ليش انتم مفكرين بكره مثلا اذا انفصلنا نحن لدويلات ما رح يصير بيناتنا تناحرات وحروب وتقاسم للثروات والسلطه والى اخره؟ رح يصير، ورح نعيش بدوامه مثل الدوامه اللي عاشوا فيها دول الاتحاد السوفيتي لما انفصلوا، مثل الحروب اللي صارت بين الكوريتين الشماليه والجنوبيه لما انفصلوا، مثل الحروب اللي كل شوي والتاني بتطلع بين الهند وباكستان لما انفصلوا. بس لما بدنا نتوحد رح نكون أقوى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مثل الإمارات العربية المتحدة وإلى آخره. لا تسمحوا لحدا يضحك عليكم بعبارات منمقة ويلعب على وتر الطائفية والعرقية لحتى يحشي بدماغكم هذا الكلام. ثورتنا طلعت لسوريا موحدة، شعبنا دفع كل هذا الثمن من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمغتصبات لأنه كان يقول دائما واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. كل هاي الفتن اللي عم بتصير والطائفيات وإلى آخره هي مصالح لدول عم بتحاول تغذي الشيء اللي عم بيصير عن طريق وكلاء على الأرض لحتى تضعف سوريا وتسمح لها بالانقسام. كرمال هيك كونوا مع سوريا وحدة، خرسوا كل أبواق الانفصال. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. شاركوا هذا الحكي، خلوا كل السوريين يسمعوا لحتى ما نرجع ننخدع بكلمات منمقة من هون وبمنبر من هون مثل منبر متيني، وبمنبر تاني من هون عم بدعي للانفصال مثل أفكار الهجريين وإلى آخره والقسديين. خليكن دائما مع دولة سورية واحدة مهما كانت طائفتك، مهما كان عرقك، مهما كانت ديانتك. تحياتي.